حقيقي مش هاكون بابالغ لمّا أقول إن أكبر سببين بيخلّونا إن إحنا نفقد الثقة بنفسنا إحنا كبنات، هُم الأهل أو الشريك، زوج، خطيب، حتى أصحاب، ولكن أكبر سببين هُم الأهل والشريك. فتعالوا النهارده نتكلم شوية ونعرف إيه أسباب إن إحنا نفقد الثقة بنفسنا، وإزاي إن إحنا نقدر إن إحنا نرجّع ثقتنا بنفسنا تاني، وخلّونا نسأل إمتى البنت بتبتدي إن هي تفقد ثقتها بنفسها. أول حاجة لمّا بتلاقي دايمًا اعتراض على شكلها، على شخصيتها، على طريقة تفكيرها، على طريقة إدارتها للأمور، على ردود أفعالها في مواقف، على قرارات أخدتها في حياتها، كل الحاجات دي بتكون أسباب مهمة في إن هي تفقد الثقة بنفسها وتبُص لنفسها هو أنا أقدر، هو أنا هاعرف، هو أنا أستحق، وبندخل لمرحلة في حياة البنت بتكون من أسوأ ما يكون، كمان لإن إحنا بنات عاطفيين الفشل في تجربة عاطفية سواء بانفصال أو فسخ خطوبة أو ديّة بتكون ليها آثارها السلبية اللي ممكن في وقت معين نحتاج تدخُّل من طبيب أو therapist أو أي حد نقدر إن إحنا نرتاح في الكلام معاه ويخرّجنا من الحالة اللي إحنا نكون وصلنا لها. وتعالي النهارده بقى نشوف إيه هي العلامات اللي ممكن تقول لِك إن أنتِ فقدتِ الثقة بنفسِك حتى لو أنتِ مش واخدة بالِك، لو بتعتذري حتى وأنتِ مش غلطانة، بتخافي إن أنتِ تقولي قرارِك أو بتخافي إنِّك تقولي رأيِك، بتحتاجي دايمًا إن حد يوجّهِك أو إنِّك تاخدي رأي كل الناس في موقف ممكن بسيط أنتِ هتعمليه، بتخافي دايمًا إنِّك تبدئي حاجة جديدة، بتقللي دايمًا من إنجازاتِك، كل الحاجات دي بتقول إن أنتِ عندِك فقدان ثقة بالنفس أو غير مكتملة الثقة بالنفس، وخلّينا نقول إن اللي حصل دوّة وارد إن يكون سبب في إنِّك فقدتِ ثقتِك بنفسِك، ولكن مش مبرر أبدًا إنِّك تفضلي عايشة فاقدة الثقة بنفسِك. وكل بنت فينا عارفة الحاجة بالضبط اللي هترُد لها ثقتها بنفسها، لو وزنها محتاج إنه يتضبّط شوية وهي عارفة إن هي لو ضبّطت وزنها ده هيرجّع لها ثقتها بنفسها اعملي كده، لو حاسة إن أنتِ غير مقدّرة في الوظيفة اللي أنتِ فيها ومحتاجة إنِّك تغيّريها، تبتدي مشروع ليكِ حتى لو أنتِ خايفة، خُدي الrisk وابتدي اعملي كده، حاسة أي حاجة أنتِ عارفة إن أنتِ لمّا هتاخديها وهتنجحي بإذن الله فيها هتخلّيكِ ترُد لِك ثقتِك بنفسِك، ابتدي وما تستنيش، لإن فعلًا ما فيش وقت إن إحنا نضيّعه في حاجة أو في وضع غير ملائم لينا، ونفقد إحساسنا بحاجة مهمة وحاجة كبيرة في حياتنا عشان الخوف، أيًا كان، عمرنا ما هنقدر إن إحنا ناخد قرار من غير ما نغلط، ومن غير ما نكسّر، ومن غير ما نخرّب، اعملي الحاجة اللي أنتِ شايفة إن هي هتبقى دافع ومحفز ليكِ أيًا كانت، وأثناء رحلتِك ومحاولتِك إنِّك تستردي ثقتِك بنفسِك مهم جدًا إنِّك تشوفي إيه الأشخاص اللي كانوا سبب في إن هم هزّوا ثقتِك بنفسِك وإنِّك تبعدي عنهم، وأنا عارفة إن في منهم أهالي حاولي إن أنتِ تتجنبيهم، ما تقطعيش لإن طبعًا ديّة صِلة أرحام، بس حاولي إنِّك تبعدي وتتجنبي تمامًا إنِّك تدخلي معاهم في مناقشات، لإن أنتِ هتبقي عارفة إن نهايتها إما إن هم هيقلّوا من تفكيرِك أو إن هم هيقارنوكِ بحد وقد إيه إن الشخص التاني دوّة بيعرف يفكّر وأنتِ لأ. وخلّوني أوجّه طلب وتوسُّل لكل الأهالي بالأخص الأب والأم، أرجوكم كفاية مقارنات بين أبنائكم وأي حد تاني من المحيطين، عندنا نسبة مش قليلة أبدًا أبناء فاقدين الثقة بنفسهم بسبب الأهالي، عندنا أبناء مشاحنات بينهم وبين إخواتهم بسبب مقارنات الأهل بالإخوات. للأسف في جزء خاص بقى بالعمل، بالنسبة للبنات اللي بتشتغل، جزء كبير منهم بتتهز ثقته بنفسه بسبب البيئة المحيطة بيهم في العمل، وهنلاقيها كتير للأسف عشان كده أي واحدة فينا تقدر تتجنب فكرة إن هي تنزل لمجال العمل يا ريت. هنلاقي من أسوأ الفئات اللي ممكن البنت إن هي تتعامل معاهم هي المديرة البنت، أنا آسفة وأنا باقول كده، بس دي حقيقة واقعية والمفروض كلنا نبقى مسلمين بيها أو تبقى حقيقة مسلمة. للأسف التعامل مع السيدات وخاصةً لو كانت مديرة في الشغل، بتحاول بكل الطرق إن هي تهز ثقة البنت بنفسها على حساب مش عارفاه. يعني هو الego بتاعهم بيترفع لمّا بتهز ثقة البنت بنفسها، فخلّينا نقول إن أنا ممكن أخصّص حلقة مخصوص خاصة بمشاكل العمل بالنسبة للبنات، وإزاي إن إحنا نحاول إن إحنا نسترد ثقتنا بنفسنا، ونتعامل أو نتلاشى الناس اللي بتحاول إن هي تقِل من مجهودنا في العمل. فما تنسوش تقولوا لي رأيكم في حلقة النهارده، ولو حابين إن إحنا نخصص حلقة نتكلم فيها عن مواضيع معيّنة اكتبوا لي في الcomments،
وبس كده، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفكم في فيديو جديد، باي باي.